تصدق إن كلمتين ممكن يقلبوا ميزانك كله يوم القيامة؟ وقت الحساب كل أعمالك بتتحط في الميزان، وساعتها أي كلمة بسيطة ممكن ترجح كفتك وتغير مصيرك. لو ضيعت الفرصة دي هتضيع معاك جبال من الحسنات. النبي صلى الله عليه وسلم وصف الذكر ده إنه خفيف على لسانك لكن تقيل جدا في ميزانك. مش محتاج مجهود، بس ليه وزن عظيم عند ربنا، وأعظم كمان من اللي تتخيله. عايز تعرف إيه هو الذكر ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يعني كلمتين ممكن يكونوا السبب إن ميزانك يتقل يوم الحساب. ما تستهونش بيهم وخليهم دايما على لسانك. وفي الآخر ما تنساش تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وقول معايا: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. افتكر إن الكلمة الطيبة اللي ممكن تغير يومك ممكن جدا تطمن غيرك. خلي نيتك إنك تنشر الخير وابعتها لحد بتحبه، واكتب في الكومنتات دعوة حلوة توصل لحد كان محتاج يسمعها النهاردة. سلام مؤقت على أمل نرجع تاني نقرب من ربنا بجد.